اليوم اخترت لكم أحلى وصفة لسلطان المائدة الجزائرية، مقروط العسل ولا مقروط المقلاة. شكون فينا ما يحبوش؟ تابعوا معايا طريقة تحضيري لهذه الوصفة الرائعة اللي حبيتها تقعد تقليدية 100% بدون أي إضافات أو تغييرات، يعني كما كانت في الزمن الجميل. تجي مبسة ومرملة ومعسلة كما يحب الخاطر. جميع المقادير مدونة أسفل الفيديو. عندي 3 كيلات بومبي سميد خاص بالمقروط، ضفت له الملح، خلطتهم وضفت لهم كيلة ناقصة صباع سمن دايب وبارد، كملتها بالزيت وبسست العجينة تاعي حتى نتحصل على هاد الكرية. هنا نبدا نشمخها بالماء والمزهر. حطيت ربع الكمية فقط في بداية الوصفة، خليتها نصف ساعة. بعد نصف ساعة نكمل نحط بقية السوائل اللي قعدت لي ونخليها ترتاح. هنا عندي 3 كيلات لوز، نص كيلة سكر، قرفة، وندير بياض بيضة، ونكمل نعجن العجينة تاعي بالمزهر. نوجد لي بودن تاعي، وهنا راني نوجد العجين تاعي، راني نخدم العجينة نخرج فيها الهواء. حطيت لها فاغس ونضغط باش نلصق العجينة مع الحشو. هذا سر من أسرار يعني باش ما يتحلش في المقلة. هنايا راني نوجد الحبيبات تاعي، نقليهم بهذه الطريقة، ندخلهم 3 مرات ونخليهم يحمروا لي، ونعسلهم في عسيلة دافية وهما سخونين وشهية طيبة.